البوكس ده اسمه بوكس الذهب، بس خليني الاول اقول لك تجيبه منين وبكام وازاي. اليومين اللي قبل رمضان في اتفاق ضمني كده بين الامهات ان محدش هيعمل اكل، فكنت بدور كده نجيب لنا سندوتشين شاورما نتغدى بيهم. لقيت ان اسعار سندوتشات الشاورما وصلت ل 65 جنيه تقريبا. لقيت مرسول منزل عروض اسمها عروض عيد الام وعروض اسمها عروض ما قبل رمضان، فدخلت على الناس الدمشقي لقيت ان هو بيقدم لك بوكس اسمه بوكس الذهب فيه تقريبا 8 حاجات، يعني فيه الثلاث سندوتشات شاورما اللي انا عاوزهم زائد تقريبا حاجات كتير جدا ب 305 جنيه. فلقيت ان انا كده كده هدفع تقريبا 200 جنيه في الثلاث سندوتشات، فقلت خلاص نزود ال 100 جنيه دي ونشوف 300 جنيه تجيب لنا ايه من انس الدمشقي او من محل شاورما اليومين دول. فخلينا نشوف. هو انس من المحلات اللي انا بحب اكل فيها بصراحه، بعيدا عن التصوير وبعيدا عن الفيديوهات. هو بدأ يحاول يواكب الترند شويه بموضوع البوكسات وموضوع الكوبايات اللي بدأ يعملها، ان هو يعني تعمل لك بوكس تحط فيه شويه حاجات وتحطه بسعر كويس فالناس هتقبل عليه شويه. البوكس بصراحه محترم جدا. بالنسبه للسعر انا بصراحه مش عارف، انا زي ما قلت لكم سعر سندوتش شاورما لوحده كان 65 جنيه، فهنا هو مديك 3 سندوتشات ومديك 3 كايزر ومديك قطعتين ستريبس ومديك شويه الصوصات دول. فخلينا نشوف. اول حاجه بدات بالبطاطس. المشكله ان الاوردر كان بارد شويه، الاوردر جالي بعد ساعه بس البطاطس كانت معقوله يعني مش وحشه قوي. الستريبس البريدنج بتاعه كان خفيف جدا ودي حاجه كويسه، وحجم القطعتين الستريبس كبار. هما بس مش متناسقين مع بعض، بس بصراحه الطعم كان حلو. كان ناقص له بس شويه ملح. بعد كده دخلت على شاورما الفراخ. شاورما الفراخ اكتر حاجه بتميزها عند انس هي التوميه، ميكس التوميه مع الخيار المخلل مع شاورما الفراخ. دي من اكتر السندوتشات اللي انا بعرفها حتى لو ما حطيتليش اسم المحل عليها. شاورما الفراخ عند انس بصراحه بتبقى حلوه. بعد كده دخلت على شاورما اللحمه. شاورما اللحمه نسبه الدهون فيها بتبقى قليله شويه عند انس، ميكسها كده كله في بعضيه حلو، بس انا بصراحه دايما يعني بفضل عند المحلات السوريه شاورما الفراخ اكتر منها من اللحمه. شاورما اللحمه دايما بحب الشاورما المصري. الكايزر بقى هو مفاجاه البوكس ده. انا بصراحه كنت فاكر حجم الكايزر هيبقى صغير، بس واضح ان هو مديك كايزرايه كبيره، وكمان الحشو فيها كتير. يعني هو دوبك حاطط شاورما فراخ وحاطط شويه توميه، وفي اللحمه برضو بص حجم الحشو عامل ازاي، يا دوبك رشه بقدونس وكل اللي جوه الكايزر ده لحمه. فهو فعلا شاورما الدهب. فرق بقى ان طعم الشاورما بتاع الكايزر، طعم الساندوتش نفسه كان احلى من الصاج، يعني انت حاسس بطعم اللحمه كله كده في بقك. طلعينه بشويه صوصات، توميه، دبس رمان، شطه، طحينه، كول سلو وخيار مخلل. فقلت بقى ايه نخترع شويه اختراعات كده. خدت واحده شاورما فراخ قلت اغمسها كده وسط دبس الرمان. بصراحه الطعم كان جامد جدا. موضوع دبس الرمان بيخليها معسله كده سنه بسيطه، فطعم الشاورما بصراحه كان جامد. التوميه بتاعت انس ما عليهاش اي نقاش، توميه انس من احسن التوميات اللي بتاكلها من محلات الشاورما السوري. اوفر اول البوكس بصراحه حلو، يعني 300 جنيه. بس يعني توقع ان انت هتخش فيه انت وممكن اتنين كمان، لان هما 3 سندوتشات كايزر وثلاث سندوتشات عيش صاج، وكمان هتلاقي عندك قطعتين ستريبس وشويه المخللات. فالموضوع بصراحه كان حلو. انتوا رايكم ايه يعني بالنسبه للاسعار اللي بنشوفها اليومين دول؟ هل 300 جنيه يناسب البوكس ده، بما ان زي ما قلت لكم سعر سندوتش الشاورما لوحده 65 جنيه؟